Assalamu alaikum. Welcome to English with Lubna's YouTube channel. We're going to continue learning more about the basics of the English language. بالنسبة للسلسلة ديال أساسيات اللغة الإنجليزية ولا English from scratch ولا بد تشاهدها من الأول. You should watch the videos from the beginning. We did 13 lessons ما شاء الله 13 درس وهذا غادي نراجعوا فيه الدروس الأخيرة. We're going to review the different types of pronouns in English. تكلمنا على subjects and objects pronouns, and today we're going to see if you really understood what I explained. شوف واش فهمتي. Let's get started. أحمد knows لبنى. دائما فاش كنبغي نقول شي واحد كيدير شي حاجة فاش تنبغي نتكلم على ضمير الغائب when I want to talk about someone اش كندير ديما خصني نزيد اس على الفعل. We don't say أحمد know لبنى, we say أحمد knows لبنى. Please don't forget this golden rule. بالنسبة للقاعدة الذهبية it's important. أحمد كيعرف لبنى. أحمد knows لبنى. Let's see how I can say هو كيعرف لبنى. If I don't want to use أحمد, I don't want to use his name, I want to replace it with a noun. بغيت نعوضها ونقول هو كيعرف. I can say he knows لبنى. So what did you understand from this change? هو أن الضمير اللي تكلمنا عليه اللي هو ضمير الفاعل subject pronoun كيجيني في الجملة يعوض لي الاسم. It's so simple and easy. He knows لبنى. So when you have شي بنت نعوضها بشي. This is a subject pronoun. Why is it a subject pronoun? Because it's the subject of the verb know. هذا فاعل وهذا فعل. So verb and subject. Subject verb. هو كيعرف لبنى. صافي؟ إلا بغيت نقول أنا أعرفه أنا كنعرفه هو. First of all you need to say أنا. So I know. I know. Sometimes you can say I know باش تقول باللغة العربية أعرف ولا عرفت. I know. عرفت. دابا أنا بغيت نقول كنعرفه هو. You can of course say I know أحمد. أنا كنعرف أحمد. Or you can say I know هو. هنا ما نقدروش نستعملو هي. Why? He is a pronoun, but it's a subject pronoun. You can put it before verbs. هي كنوضعوها قبل من الفعل. ديما كتجي عندي أنا هي باش تبين ليا اش دار هو. لكن أنا هنا ما باغاش نديرو قبل الفعل. أنا عندي راه هي جات في الآخر. أنا خصني نستعملو هنا كمفعول به. أنا كنعرف شكون. Who do I know? I know هو. هنا هي كتولي him. I know him. أنا كنعرفه. دابا بغيت نقول هو كيعرفني. هنا عندي know عندي الverb. عندي الفعل. شنو خصني الفاعل. I need a subject. Because I don't know who performed the action. I don't know who did the action. هنا ما كنعرفش شكون دار الأكشن. إذا غادي نقول he knows. Remember the golden rule. عقل معايا على القاعدة الذهبية. إلا بغينا نقول شي واحد كيعرف شي واحد كيدير شي وحدة كدير ضمير الغائب كنزيدو اس. He knows أنا. واش نقدر نقول I؟ ما يمكنش حيت I هي ضمير الفاعل كما قرينا في الدروس 11 و 12. الدرس 11 بالضبط. So I need to say he knows me. He knows me. تذكير بالsubject pronouns هما لهادو اللي غنكتب هنا. I, you, he, she, it, we, you, they. هادو هما الأفعال في الجملة هما اللي كيديروا ليا الفعل. يعني شي واحد كيدير شي حاجة. Good. سارة is. أنا بغيت نقول سارة بنتنا. هنا غادي نمرو للضمائر الامتلاك باش نقول بنتنا غادي نقول سارة is our daughter. أولا سارة is our daughter أولا daughter كما بغيتي تنطقها. يعني في الطريقة الأمريكية تنقولوا daughter. الطريقة البريطانية daughter. الطريقة المغربية daughter. المهم احنا معليش نطقوها نطق صحيح وصافي. سارة is our daughter. سارة بنتنا. بغيت نقول هي كتصل بينا. شنو غادي ندير؟ غنقول she. ديما زيد اس. The golden rule remember. She calls. هي تتصل بمن. هنا كنسول راسي على المفعول به ديال الجملة. Okay, so I need to use an object pronoun here because I have the verb call and I am still waiting for more information. كنتسنى المعلومات. شكون؟ على من كنعيط؟ Who am I calling ولا who does Sarah call؟ شكون اللي كتعيط؟ على من؟ Her parents. لكن أنا بغيت نقول كتعيط لينا. She calls us.
she calls us. She calls us every day. تتصل بنا كل يوم. يعني هنا هاد us هادي كتجينا من we. حنا كنديرو شي حاجة we do something. حنا كدار بينا شي حاجة كيكون عندنا الفعل بحال she calls us. سهلة right؟ نكملو. شكون هو هذاك الراجل in English you need who يعني من أو لا شكون. who is دائما لا بغيت نقول شكون شي واحد غنقول who is. بطبيعة الحال when they speak fast تيقولوا whose. sometimes people don't pause they just say whose عاد ما يقولوا who is. so شكون هو هذاك الراجل. ما تنساش تراجع الدروس كامله ديال هذه السلسله لان ديجا قريت معكم ولا مسبقا تكلمت لكم على الاسماء والاشاره so that this those and these. who is that woman شكون هي ديك المراه who is that woman. انا بغيت نقول why لماذا علاش لماذا انت كتشوف فيها. ايضا في الدروس السابقه من سلسله الازمنه تكلمت لكم على هذا الزمن اللي كيتسمى بالمضارع المستمر. شوفوا راه الدروس مرتبطه علاش تنقول لك تفرج من الاول وانت كتشاهد. حاول انك دير لنا لايك والكومنت والبارطاج والمشاركه. why are you looking at her صافي. اذا look at her ما يمكنش نقول انا why are you looking at she لان she كتجي subject pronoun هي كدير شي حاجه في الجمله. اما هنا هي كيدار بها شي حاجه علاش انت كتشوف فيها. so why are you looking at her. so نرجع ضمائر المفعول به مره اخرى. me you him her it us you and them. let's repeat. me you him her it us you them. these are the object pronouns of the English language. هادو الضمائر اللي كيجيو في الجمله دارت بهم شي حاجه تفعلات بهم شي حاجه مفعول به كيجيني من بعد الفعل. ما يمكنش تلقاه قبل من الفعل. دائما اللي تيكونوا قبل من الفعل هما ضمائر الفاعل subject pronouns واللي تكلمنا عليهم مسبقا. بالنسبه let's do more sentences or let's correct more sentences. so عندنا are going to Turkey is the country تركيا but sometimes كتعني الديك الرومي يعني يا اما عندي البلد country يا إما عندي الديك الرومي يعني هنا عندي من الدواجن poultry. so let's not forget Turkey could mean two things in English. of course here it's with a capital letter. هنايا عندي حرف كبير ماجيسكول إذن رانا كنقصد بدون منازع I mean country. هنا كنعني الدولة حيت مكتوبة عندي بحرف كبير باينه. لكن كون كانت مكتوبه عندي بحرف صغير غتكون عندي الديك الرومي او لا داند في المغرب everyone says لا داند. اذا poultry هما الدواجن. so pay attention to the meaning of the word Turkey because ماشي because it has different meanings. اذا حنا ماشي حنا هم il avec s ولا elle avec s elle هما غيمشيو لتركيا. They are going to Turkey. They are going to Turkey. And sometimes people say they're going to Turkey. Also, this is something we learned at the beginning of this series. تعلمنا كيفاش نديرو هاد الاختصار اللي كيتسمى سير تفرج في الدروس الاولى باش تعرفوا واش كيتسمى. So they're going to Turkey. هم ذاهبون إلى تركيا. As you can see, they is a subject pronoun ضمير الفاعل لأنه عندي قبل من الفعل go. يعني they are going to Turkey. غتقولوا لي الفعل ماشي هو go الفعل هو go مصرف في ال present continuous. داكشي علاش كلشي مترابط خصك تفرج بواحد الطريقه منظمه. they are going to Turkey هما غادي لتركيا. انا اريد الذهاب معهم. انا بغيت نمشي معاهم. I want انا بغيت دائما want كتجي موراها to. انا بغيت ندير شي حاجه ديما to ما كاينش I want to go. I want to go. of course some people say I wanna go. هذه هي اللي كتولي عندي wanna. I wanna go كتجيك سهله في النطق ماشي ديما غتقول wanna على حسب السياق على حسب مع من كتهضر وما تكتبهاش. يعني ما تكتبهاش في الايميل هذه كتهضر بها كتكتب الايميل غتكتبها want to go. I want to go with انا اريد الذهاب معهم. دائما من بعد ملي كتكون عندك preposition ولا حرف الجر مع غادي تعرف انك تختار وحده من السبجكت من الobject pronouns. بغيت نمشي معاهم with them.
So I want to go with them. I want to go with them. شوف معايا they هي اللي دارت الفعل، هما غادين they are going، وهنا them استقبلت أنا بغيت نمشي معاهم. دائما أصلا من بعد prepositions ولا من بعد حروف الجر ديما كيكون عندي object pronoun، لأن هنا كنتسنى نقول شكون مع من فين. إذا مع من I wanna go with them بغيت نمشي معاهم. الجملة الأخرى عندي لبنى اللي هي أنا وغنهضر على صاحبتي سارة. I wanna talk about myself and Sarah I wanna talk about me and my friend ولا my friend and I. إذا لبنى وسارة حنايا، لبنى وسارة my friend صاحبتي، like خديجة. هنا ما غاديش دير الاس because two people، هنا ما كاينش شخص واحد باش غادي دير الاس. حنا قلنا الاس غادي ديرها في وحده هي شي اولا هو هي ولا ات. يعني لبنى وساره حنايا كتعجبنا خديجه we like خديجه. اذا لبنى وساره الا بغاو يهضروا على راسهم، انا وصاحبتي كنهضروا على راسنا، غادي نقول we like خديجه. سو حنا دربنا على قبيله، دربنا على they و them، يعني هنايا هما ضمائر الفاعل، دربنا على they them. دابا غندربوا على هنا، غندربوا على وي مع us. اذا we like خديجه، حنا كتعجبنا خديجه اولا we like her. دابا بغيت نقول خديجه كنعجبوها حنا، ببساطه غادي تمشي وغادي تشوف هذه subject، هذه ضمير الفاعل، اذا انا خصني ضمير المفعول به. we like خديجه، خديجه likes. علاش قبيله درت لك هنا نقطه؟ يعني مازال خصك تزيد، هي كتعجبها، هي كتعجبها شي حاجه. she likes اولا خديجه likes us. وبهذه الطريقه كتكون استعملتي الاوبجكت برونون. خديجه كنعجبوها حنايا، اذا خديجه لايكس اس، حنا كتعود علينا الاكشن اللي دارت خديجه، حنا المفعول به. as you can see subject pronouns and object pronouns are so easy and simple to understand, but you need lots of practice to master the use of these pronouns. ديما انا باش نكون عندي داك نتقن الاتقان ديال شي حاجه ولا بد نعمل عليها تمارين. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم في التعليق. please pray for me in the comments، وايضا ديروا لي share وديروا لي comments باش نعرفكم استفدتوا. do you want more exercises؟ say yes in the comments. الا بغيتوا تمارين اخرى اكتبوها في التعليق. thank you so much for watching and see you in the next lesson ان شاء الله. bye.